فيلم للصم والبكم، يعني مشارك في السيناريو. قصة الصم والبكم أساسا، وبحضر وشاركتني في السيناريو الدكتورة مريان سليمان في الفيلم ده، لأن مؤمنين فعلا بأن احنا نتكلم عن ذوي الاحتياجات الخاصة والصم والبكم. ليهم مشاكل كتير وليهم حقوق كتير جدا، من المفروض ان احنا لازم نتكلم عنها ولازم نسعى للحصول عليها، لان هم ليهم حق في المجتمع وحقوق الانسان. فان شاء الله هنبدا تصوير الاسبوع الجاي ان شاء الله، والفيلم يا ريت الناس كلها تشوفه ويحوز اعجابهم ان شاء الله من خلال اللي هنقدمه. انا مشارك في الفيلم، من ضمن المشاركات المشاركة واحدة لبنانية، واحدة سودانية، واحد سوري، وثلاثة عرب. وإن شاء الله بنحضر شخصيات أجنبية، لأن دي رسالة للعالم. إحنا مش بنقدم مثلا رسالة على مستوى قطرنا، لا، أنا بقدم رسالة للعالم إنها تهتم بالصم والبكم دول، إن على الأقل يكون فيه موظف مختص في كل مصلحة حكومية ياخد دورة تدريبية على لغة الإشارة، يقدر حتى يتفاهم معهم لو ليهم مثلا حق ان بيتعامل لهم معاملات مثلا في مصلحه حكوميه، انه يتقدم يقدر يلاقي اللي يفهمه، يقدر يلاقي. اظن طبعا هم ليهم المفروض زيهم زي حال اي انسان، من حقه انه يبقى له خصوصياته دي مع الاسف الشديد انها بتبقى افشاء اسرار، لان طبعا لازم يكون معاه واحد عشان يقدر يوصل المعلومه اللي هو عايزها. انا عندي املاك مثلا، انا واحد اصم وابكم مثلا، عندي املاك مش عايز حد يعرف، دي خصوصيات. ليه اقتحم خصوصيات الاخرين؟ ليه ما اخليش تعاملوا مع الموظف مباشر، لان هو الموظف اكيد هيكون امين على الاسرار. وان شاء الله اتمنى، امنيه حياتي انني بحاول بكل الطرق ان يعرض الفيلم على هامش مهرجان كان ان شاء الله، وفي مهرجانات ان شاء الله برضو، يعني في ناس بتحاول معانا انها تقدم لنا الفيلم في مهرجان دبي، مهرجان جرش، مهرجان قرطاج، ومهرجان مراكش، غير المهرجانات اللي موجوده في مصر ان شاء الله. واحنا سعدنا جدا بحضرتك يا فندم. شكرا يا فندم.